باشرت السلطات المحلية لبلدية العنصر ولاية وهران عملية هدم بناية مكونة من 4 طوابق الكائنة بالعنصر المخيم الصيفي الأندلس، والتي تم تشييدها بطريقة غير شرعية. وأوضحت ولاية وهران أن هذا الإجراء جاء في إطار القضاء على البناءات غير الشرعية المنجزة بدون رخصة والحد من التعدي على الأملاك العمومية. وحسب ذات المصدر تم هدم بناية من 4 طوابق كائنة بالعنصر والمشغول من طرف المدعوة فاح عين بسبب عدم حيازة المعنية على عقد ملكية أو عقد امتياز، بالإضافة إلى عدم حيازتها على رخصة بناء، أو هدم الشاليهات المقدرة ب13 دون الحيازة على رخصة هدم. كذلك التعدي على ملك عمومي من خلال البناء على مسار طريق الولاء المزدوج رقم 20. وعليه قررت بلدية العنصر بعد استنفاذ كل الإجراءات الإدارية والقضائية هدم البناية المذكورة وإخلائها من كل شاغلها، كما تحتفظ البلدية بحقها في المتابعة الجزائية ضد المعنية حسب ما أفادت به الولاية.